قلت لكم يا جماعة اسهل ماتش في الدوري، اسهل فرقة بنلعبها 3 كده على ارضهم، كان النتيجة ممكن تزيد. ماتش كده ايه بيفكرنا بايام زمان، ليفربول مانشستر يونايتد، ماتش لسه خلصان، واحد طالع كده مبسوط. الناس اللي تربلت صلاح مبروك، يعني قلنا لكم تكابتنوا وتربلوه لو معاكم. صلاح جون واسيستين، بيوصل لمساهمته ل20 قدام مانشستر يونايتد، حاجه كده يعني بيس اوف كيك. ماتش من اللي قالوا ايه، حاجه اكنك بتلاعب فرقه لسه صاعده. تنهاج لعب ماتش يعني ولا اكنه لسه اول ماتش ليه. نخش كده في تفاصيل الماتش ويلا بينا نبدا. اهلا بيكم في اولى حلقات قعده الريدز. النهارده يوم يعني كلنا مبسوطين. ليفربول بيكسب 3 على ارض مانشستر يونايتد. النتيجه كانت المفروض تزيد بس مش مشكله. عم سوبوسلاي جات له الكوره قرر يرقص بدل ما يشوط. مش مهم كل الكلام ده. نخش كده ونبدا على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اللي بدا الماتش ضعيف شويه، ماونت كان مصاب، بدا بزيركسي. يعني زيركسي يمكن خطوره اكتر كانت من عنده، كان ممكن يسجل عادي بس اليسون السور بتاعنا شايل كتير. كمل بعد كده برونو فرنانديز برضو لسه يعني حتى لعب تحت المهاجم ما اداش. ما في الكره بتيجي عنده بتقف خلاص، الهجمه خلصت. كوبي ماينو اللي كان مستوى رائع بصراحه. كاسيميرو كان السبب في الجونين، يعتبر اول جونين. طبعا هيشيل الليله في الاخر. يعني انت شايف انه مستواه قليل من الموسم اللي فات، خلاص غيره ولاعب حد تاني. انزل ببرونو زي ما عملت الشوط التاني تحت جنب كوبي ماينو، حط حد تاني في تحت المهاجم. انت كنت مصمم على كازيميرو، كلفك هدفين وفي الاخر قمت مغيره اول الشوط ما خلص. بعد كده مزراوي عمل ماتش كويس، يمكن ده الوحيد اللي في مانشستر يونايتد فعلا بيعمل حاجه، بيقدر يروح وكان ممكن يسجل لولا ان اليسون صدها. دي ليخت اول ماتش يبداه النهارده، مستوى جيد بصراحه. دي ليخت طلع في الاخر كده تغييره قصب بقصب ملهاش اي لازمه. ماجواير بدي ليخت، يعني ممكن كان مش عارف السبب بس عشان دي ليخت كان معاه انذار مثلا، مش عارفين. ودي يعني يمكن ثالث مره تنهاج يعمل نفس التبديله، يغير السنتر باك اللي هو ناحيه اليمين ويسيب لساندرو وينزل سنتر باك تاني بداله. يعني ما فيهاش اي منطق غير انه عايز يغير الخمس تغييرات المسموح به ليهم. يعني يا عم عبيط والله. بوحه اهو في ظهري، بوحه يمكن بوحه احسن منه، على الاقل بوحه بيضحك. ادالوه لعب ماتش مش تقدرش تحكم عليه قوي. صلاح برضو من ناحيته صنع هدفين وسجل وهو واقف. اونانا مش هتكلم. نروح بعد كده ليفربول. ارني سلوت بيثبت نفسه انه مدرب قادر يحقق بطولات، قادر يكسب ماتشات صعبه. يمكن ده يعني اللي قدامك مش فورمه قوي بس برضو ماتش صعب، ديربي ايا كان. اول ماتش كبير لارني سلوت بيثبت نفسه. ليفربول اصبح الفريق الوحيد في الدوري لحد دلوقتي اللي ما دخلش فيه جون. 3 ماتشات علامه كامله كلين شيت يعني حتى وكده. وليفربول ما عملش صفقات في نص الملعب ولا صفقه في الدفاع، ولكن برضو سلوت كورته اختلفت شويه عن كلوب وبرضو قدر انه يحقق نتائج كويسه مع الفريق. نبدا بكوناتي. اللي من ساعه ما بدا في ماتش برينتفورد اثبت نفسه، يعني عنصر كان مفقود المواسم اللي فاتت بسبب اصابته، بس مع فان دايك عاملين ثنائيه حلوه. اليسون النهارده كان مبدع بصراحه، شال كذا كوره من زيركسي. يمكن اصلا زيركسي لو الكور دي ما كانتش اتصدت كان ممكن عادي يتعادلوا او يجيبوا جونين عادي. ارنولد النهارده كان كويس، جاب جون في اول الماتش خالص، اتلغى، احتفل زي جيرارد، راح بس الكاميرا بعد كده لغوا الجون. جرافنبيرخ اثبت نفسه. يمكن ما كناش متوقعين منه حاجه او انه مش هيقدر يلعب في المركز ده، بس مع ذلك بيقطع وبيروح، ويمكن كان سبب ان دياز يجيب جون. راح بالكوره عدى بصها لصلاح، صلاح عرضيه لدياز، الجون الاول بيجي. بس ملعب ليفربول الى الان متماسك والدفاع كذلك. نطلع قدام شويه. سوبوسلاي كان ممكن يجيب جون بس مش عارف كرة يعني كان عايز يتنك عليها كده يجيب جون حلو، مش عارف احلى من كده ايه، بس هو وقف بدل ما يشوط او حاجه عايز يرقص في ال6 ياردة، مش مشكله. مع ذلك صنع هدف برضو. دياز من اول الموسم اون فاير بصراحه، جاب جونين. يمكن دياز مش متعودين عليه انه بيجيب اجوان كتير، يعني هو هداف الفريق مشاركه مع صلاح، هما الاثنين نفس عدد الاهداف لحد دلوقتي. صلاح مساهمته ل20 قدام مانشستر يونايتد، خلاص مانشستر يونايتد بقت الفريق المفضل لصلاح. روح بعد كده
كده جوتا يمكن النهارده ما ظهرش قوي هجوميا، بس كان مفيد في الضغط وفي الجري على الكوره، قطع كذا كوره، كان هيجيب جون، راح بس ما رضاش يشوط، مش عارف وقف ليه كده بالكوره، رجع في الاخر الكوره اتقطعت. نيجي بقى لاهم اتنين في الماتش، عم بوحه اللي ورايا ده تنهاج وراشفورد، اسوأ واحد في الملعب ومع ذلك كمل لاخر الماتش. طب على اساس ايه؟ انت طلعت جرناتشو وطلعت كازيميرو عشان كازيميرو مش عاجبك، تمام، طب سيب جرناتشو حطه شمال ونزل عماد ديالو يمين والعب بيهم. انت لا، انت قمت طلعت زيركزي وطلعت جرناتشو وسبت برضو راشفورد، على اساس ايه طيب؟ انت عمل ايه راشفورد؟ مفيش اي خطوره من ناحيته، يمكن اكتر ماتش ارنولد لعب فيه مستريح الماتش ده، حتى اخر ربع ساعه برادلي نزل، راشفورد يعني ولا حاجه بجد، وكمل لاخر الماتش. طب انت كده بقى بتحب وتكره، انت مش عايز تكون فريق ياخد بطوله حتى. وبالنسبه لتبديله برادلي وارنولد اللي حصلت اخر ربع ساعه دي، اتكررت برده كذا مره. سلوت قال انه محتاج ارنولد طول الموسم، فمش هينفع يغامر بيه دايما في الماتشات، يلعبه لحد اخر الماتش. انا شايفها منطقيه شويه اكتر من ديليخت وماجواير دي. نروح لتنهاج يعني نادرا ما بنشوف له ماتش قدام التوب 6 كويس، يمكن في الكؤوس بس بيضحك على الجماهير كده، يروح ياخد الكاس يقول لهم انا اهو جايب لكم كاس، هاتوا لي بقى اللعيبه اللي انا عايزها. اشترى تلت لعيبه اياكس، اشترى اونانا، ليساندرو مارتينيز، ديليخت، مزراوي، يعني مش عارف. طب ايه طيب عايز مين تاني طب عشان تاخد بطوله؟ في المؤتمر الصحفي اول ما الموسم بدا سالوه هل دلوقتي مانشستر يونايتد قادر ينافس بعد اللعيبه اللي جابها؟ قال لهم لا، لسه محتاجين وقت. الناحيه التانية سالوا سلوت نفس السؤال، قال لهم احنا جاهزين ونقدر ننافس ونقدر ناخد بطولات. وده الفرق بين مدرب، بين عقليات مدربين، واحد عامل صفقه واحده ويقول انا قادر انافس، وواحد بقاله كذا سنه في النادي وجاب صفقات كتير وجاب لعيبه كتير وبرضه مصمم ان النادي لسه محتاج وقت. وبس يعني في الاخر ان شاء الله نشوف تنهاج بيكمل عشان ماتش العوده نلبسهم 7 تانيين زي الموسم اللي فات. مش هتبقى اخر مره في قعده الريدز، لسه بعد كده نتكلم عن ليفربول في بقيه الماتشات في الشامبيونز ليج وهكذا. واستنونا بكره في الحلقه المجمعه عن الجوله كلها. تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، اشوفكم الحلقات الجايه.